السلام عليكم حبيبتي. اليوم راح ندير مع بعض هذه الوصفة. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي 4 حبات بطاطا بعد ما نقيتهم وقطعتهم هكا، دوك نفورهم. انا نفورهم في لاكوكوت. انا درت البطاطا تاعي تفور ونجو نحضروا باقي الوصفة مع بعض. هنايا عندي البصل راني نقلي فيه، درت معاه 2 مغارف زيت ونبدا نقلي فيه كيما هكا. انا استعملت هذاك البصل الطويل. انتي لما كاش متواجد عندك ديري حبه نورمال، قطعيها وقليها كيما هكا. انا نزيد عليها نصف صدر دجاج، ها هو راني مقطعته هكا الى شرائح كيما هكا. عتاني هو نقليه مع البصل غايه كيما هكا. هنا نزيد عليه الثوم، انا نزيد عليه الثوم، نزيد عليه الملح والفلفل الاسود، نزيد عليه تابل الدجاج، انا نقليهم غايه هادو التوابل مع اللحم. هنا نمرقوا بالماء حامي. هو بعد ما تقلى جيدا دوك نجيب الماء حامي ونمرقه كيما هكا. هنا نمرقو قد ما يتغطى اللحم باش يطيب. ها هو هنا نقص عليه النار ونخليه يطيب في خاطره. هاي البطاطا تاعي بعد ما فورتها، يعني من الاحسن تفوروها باش الكروكات تاعنا ما ينحلوش من بعد في المقله. انا عفوا نمرسوها حاميه كيما هكا. انا من الاحسن تستعملي بطاطا حمراء، ولا ما كانت متواجده عندك استعملي البيضه معليش. هنا نمعسوها هكا جيدا. بالنسبه للدجاج تاعنا، هو بعد ما طاب درته في الاشوار تاعي ورحيته به بالبصل تاعه. ها هو انا كالمقطع راح لي من كنت نرحي فيه. انا بالنسبه للبطاطا درت لها المعدنوس ودرت لها الملح ودرت لها فلفل اسود. دوك نزيد عليها هذاك الدجاج ها هو اللي كنت رحيته به بالبصل. بعد ما نشفت لي لاصوص المرقه اللي درتها في الدجاج، رحيتها هنايا. ها هو دوك نزيد له للبطاطا تاعنا ونخلطوا كل شيء هكا مع بعض. هنا نزيد عليها لا شابلور، لا شابلور تساعد البطاطا تاعنا باش ما تنحلش في المقله. ندير قد مغرف كبيره ما تكونش عامره بزاف. هنا ديري على حساب البطاطا اللي تكوني دايرتها. الا كنتي دايره بزاف ديري من مغرف معمره الاثنين، ولا كنتي دايره كميه صغيره كيما انا ديري مغرف ماهيش عامره بزاف. انا نستعمل يدي نخلط كاع هذيك البطاطا مع لا شابلور، نعجنها هكا غايه حتى تحصلي على هذا القوام. شغل تحصلي على اون بات تاع صابلي. هنا نكورهم هكا كويرات كيما هكا. هنا ديري الحجم اللي تبغي نتيا. نشكلهم قبل كيما هكا ومن بعد نشكلهم على شكل سيجار هكا باش تجي العمليه سهله ومن نغبنش تاني. انا نشكلهم كيما هكا. ها هما. ها هو انا خرجت لي هذه الكميه، خرجت لي كميه لاباس بها. دوك نجيب الفرماج تاعي، استعملي اي جبن يكون عندك، ونبدا نحشي في الحبات تاع الكروكيت كيما هكا. هنا نديرهم على طول ونفتحها ونغلق كيما هكا. كيما تشوفوا معايا البطاطا تاعي راها ناشفه ما فيها ولا قطره ماء، تحسبي بات صابلي. ها هي كيما هكا. هنا غلقي جيدا باش الفرماج ما يخرج كيما هكا.
كاين أنا حبة ما غلقتهاش مليح، خرج لي الفرماج منها، ما نحلتش من الفرماج خرج. أنا غلقي هكا جيدا كيما هكا ودوري كيما هكا. هنا دربك نجو للمرحلة الأخيرة. هنا بون درت نديرهم في البيض ونديرهم في هنا باش ندير الفرينة، ديريهم في الفرينة قبل، شوفي معايا، ونديرو في البيض ونردوها في الشابلور. هنا الزيت تاعي راه ساخن، دونك نبدا نقلي فيهم. هنايا ها هي نبدا نحط فيهم كيما هكا ونقلي فيهم كاع. من الأحسن تخلي الزيت تاعك يحمى، باسكو كون ديري الزيت بارد ينحلو. هنا عفوا نرمد ونقلي. أنا نقص عليهم النار، نار متوسطة، ونبدا نقلي فيهم. هاد الوصفة تجي ولا أروع. هنا نجيب الفرشاطة تاعي ونبدا نقلب فيهم. ها هما هنا راهم محمرين من الضوء مي راه شاعل تاع الرينغ لايت، ماهش عاطي حق التصوير، مي أنا حمرتهم غاية. دوك تشوفوا معايا، مي لا فوتو لاباري فوتو ما تعتمدش حق التصوير. شوفوا هنا سي بون راهم طابو. هنا دوك نبدا نقلع فيهم كيما هكا. هنا الإضاءة راها بزاف راهم يبانو ماهمش يبانو طايبين. ها هما، مي أنا راني طيبتهم غاية. ها هما محمرين. هنا نقلع الكمية الأولى اللي درتها ونزيد نقلي الكمية الثانية. هنا نقلي الكمية الثانية كيما هكا نحطهم. ها هي ولا حبة خرج ولا حبة انحلت، باسكو لا شابلور في الاخر تلعب دور كبير. هنا دوك نكمل الوصفة ونشوفهم في صحن التقديم. هاي الوصفة تاعنا بعد ما كملتها. نتمنى ان الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجاب تاعكم، وصحة فطوركم مع سلامة حبيبتي. للملتقى ان شاء الله، وما تنسوناش بجام. باي باي.